واحده واحده بقى تشوف معايا كل حاجه في المكنه. اول حاجه ده الجنط بتاعها، طبعا بيبقى جاي في صندوق ازرق والعجل بتاعه ازرق، ده لو هتاخدها صندوق. اما لو هتاخدها مجمعه لازم تعرف ان كل نقطه صغيره هوريها لك دي مهمه. اول حاجه طبعا كلمه ضاي اللي بين التراكس، اليافطه دي. طبعا عارف ان في ناس بدات تجيب يافطه ضاي وتحطها على مكن مصري. العلامات دي كلها مهمه جدا يا جدعان، العلامات دي كلها. العداد طبعا هتلاقي هنا فيه سرعتين، طبعا سرعه فوق وسرعه تحت. الباكم ده الصغير عشان في ناس اللي بتجيب الدايل الاربعه اللي هو الباكم الكبير، طبعا دي مالناش علاقه بيها. وطبعا الدايل الاربعه الاستيراد بيبقى الجدول بتاعها عالي، سواء انت بتحب الجدول عالي او بتحب الجدول الواطي. من علامات الدايل الاربعه الاستيراد هو الجدول عالي. واحده واحده ان شاء الله باذن الله هوريك المكنه بالكامل. طبعا الشاسيه زي ما انت شايف بقى بينزل مقوص من فوق ومن تحت، طبعا زي ما انت شايف مقوص من فوق ومن تحت، طبعا بينزل باللوزر بتاعته. وطبعا هنا هتلاقي دي واي 4، طبعا ليه؟ عشان المكنه ضايو 4. دي من اساسيات الاستيراد. يبقى اللوز الزرق زي ما انت شايف الشاسيه طبعا نازل مقوص من فوق ومن تحت، وتحت دي واي 4 طبعا عشان المكنه استيراد بالكامل. طبعا ده الشاسيه زي ما شفنا. العداد الكتالوج بتاعها بينزل عربي. ادي الماتور باللزقه بتاعته، حاجه طبعا جميله جدا بقى وخامات محترمه جدا. الشكامين بتاعتنا طبعا هتلاقي مكتوب عليها كلمه ضايو بس، طبعا كلمه ضايو بس، مفيش بقى دي واي 4 و150 والكلام ده كله. طبعا ادي الماتور من الناحيه الثانيه، طبعا جمال الاستيراد والخامات بتاعته. وادي الماتور طبعا من تحت دي واي، طبعا قلنا اللي بيبدا بنجمه دي واي مش استيراد، ده دي واي على طول 162. طبعا المكنه دي 2025 استيراد بالكامل، حاجه محترمه جدا. طبعا ادي منها اللون الاحمر، علامات الاستيراد بالكامل كلها في نفس المكنه بالكتالوج بتاعها. الشكمان مكتوب عليه كلمه ضايو بس. ادي الموتور بتاعها، طبعا زي ما احنا قلنا حاجه مختلفه عن اي مكنه تانية. دي دايل 4 الاستيراد بالكامل، حاجه محترمه جدا. طبعا خامات شغل الله اكبر عليها يعني. ان شاء الله باذن الله في نظركم في المعرض، واي حاجه تحتاجها اكتب لي في الكومنتات.